السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن اول باترن موجود معانا. هنتكلم عن السمبل فاكتوري. طيب، ايه هو السمبل فاكتوري؟ عشان خاطر نعرف السمبل فاكتوري خلينا نشوف الديفينيشن بتاعه. الديفينيشن بتاعه بيقول a simple factory is a creational design pattern that defines a single class responsible for creating objects based on a given input بين قوسين type or condition. يعني ايه الكلام ده؟ يعني السمبل فاكتوري هو عباره عن كريشنال ديزاين باترن، وده نوع من الثلاث انواع بتوع الديزاين باترنز اللي موجوده عندنا، اللي هو مسؤول عن انشاء الكائنات او نيو انستنس من الاوبجكتس بتاعتي. السمبل فاكتوري ده بيعمل ايه بقى؟ بيعمل سنترلايز كلاس بيكون هو المسؤول عن انشاء الاوبجكتس بدل ما انا اروح انشئها في كل مكان. طيب لو احنا جينا بصينا للصوره اللي معانا هنا عشان خاطر توضح معانا، انا عندي هنا الترانسبورت اللي موجود عندي في انواع منه، اللي هو التراك والشيب والايربلين. الثلاث انواع دول لو انا جيت كل شويه عشان خاطر انشئ اوبجكت منهم، كل شويه بقول اف كونديشن لو الانبوت بيساوي تراك، لو الانبوت بيساوي شيب، لو الانبوت بيساوي ايربلين، هاجي اعمل نيو انستنس منه. طب لو الابلكيشن بتاعي بيستخدم الاوبجكتس دي بشكل كبير على مستوى الابلكيشن كله، في كل مكان هروح اعمل نفس الموضوع، اعمل اف والس واف والس في الاماكن كلها. ولو انا جيت زودت تايب جديد منهم، هحتاج ان انا في كل الاماكن دي اعدل فيها. طيب ايه اللي السمبل فاكتور بيعمله لي؟ السمبل فاكتور بيعمل لي سنترلايز كلاس. السنترلايز كلاس ده مسؤول عن انشاء الاوبجكتس حسب التايب اللي موجود عندي، وبيبقى سنترلايز اي حد من الابلكيشن يقدر يستخدمه بعد كده. ولو حبيت ان انا ازود اي تايب بروح ازود في السنترلايز كلاس ده، مش بروح الف على الابلكيشن بتاعي كله اروح ازود الكود بتاعي. طيب عشان خاطر نقدر نفهمها بشكل اكبر، خلينا برضو نشوف المثال اللي معانا. طيب هنشوف المثال اللي معانا النهارده. معانا المثال اللي بيتكلم عن لوجيستيك سيستم، نقل بضايع عن طريق طرق شحن مختلفه. عندي النهارده اول حاجه في طريقتين، اللي هو التراك وعندي عن طريق الشيب. جالي البيزنس قال لي انا عندي شحنات عن طريق التراك وعن طريق الشيب. طيب انا جيت هنا عملت اي ترانسبورت، الانترفيس بتاعي اللي هو فيه ميثود واحده اللي هي الدليفري. وجيت هنا عندي في الشيب وعملت امبلمنت للانترفيس اللي موجود عندي، وقلت له ديليفري ستيتس ديليفرد باي شيب. وجيت هنا عندي في التراك اللي هو الوسيله الثانيه، وسيله النقل الثانيه، وعملت نفس الكلام وقلت له ايه ديليفرد باي تراك. طيب جميل جدا. جيت هنا بقى عندي في البروجرام كلاس قلت له والله اعمل لي فاريبل اسمه ترانسبورت من الاي ترانسبورت، وخلي عندي التايبس. لو التايب اللي جاي لي من الاند يوزر او من اي مكان هينادي عندي الكلاسز اللي هي شيب او تراك او اي ترانسبورت، دي تسمى كلاينت. اي كلاينت او اي مكان هيحتاج عندي التراك، لو الانبوت بتاعه بتراك، لو هو جاي لي بتراك هيعمل نيو انستنس من تراك، ولو هو جاي لي شيب هيعمل نيو انستنس من الشيب. طيب جميل جدا. خلينا نشوف الاوتبوت اللي طلع معايا. هنا جه هنا الاوتبوت بتاعي قال لي في شيب، في عندي هنا ايربلين. خلينا نشيل الايربلين، نشيل الاول كده الايربلين. طيب ممتاز. اجي هنا اطلع الاوتبوت اللي موجود عندي. هنا لو انا جيت قلت له انا عاوز شيب، هيعمل لي نيو انستنس من الشيب ويقول لي ديليفرد باي شيب. طيب لو انا قلت له تراك، نفس الموضوع يقول لي ديليفرد باي تراك. طيب جميل جدا. انا جه البيزنس قال لي احنا بقى عندنا وسيله كمان ان احنا هنقدر نرسل شحنات عن طريق الايربلين. طيب انا عشان خاطر اعمل الايربلين هاجي هنا واقول له اد نيو كلاس واقول له الاير بلين. طيب جميل جدا. هاجي هنا نفس اللي في الشيب، ليكن نفس الميثود، وهاجي في الايربلين اخليه يمبلمنت نفس الانترفيس اللي هو اي ترانسبورت. تمام جميل جدا. وهاجي هنا اديله نفس الميثود اللي هي الدليفري، بس اغير هنا اخليه ايربلين، واجي هنا اغير الايكون بس. طيب جميل. المفروض عشان خاطر اشغل الايربلين في السيستم بتاعي، كل الكلاينتس اللي مستخدمين عندي الشيب والتراك او اي وسيله نقل، المفروض هاجي اروح هنا، مش المفروض في البروجرام كلاس بس، في كل السيستم اللي مستخدم نفس الحاجه. المفروض ان انا هاجي هنا اقول له else if، واقول له هنا لو التايب يساوي الايربلين، هاجي هنا كده واقول له نفس الحاجه، ناخدها كوبي بيست، واقول له هنا ايربلين، وهاجي هنا اقول له ايربلين. ده الانبوت مش طيب الانبوت. طيب تمام جدا. هاجي هنا اقول له بقى عندي كمان ايربلين. هاجي ران الابلكيشن.
واقول له الاير بلين، هيطلع لي يقول لي ديليفرد باي اير بلين. لحد هنا الامور تمام جدا. لو انا شايف ان الابلكيشن بتاعي هو في مكان واحد اللي بيستخدم عندي التايبس دي، لو انا عندي في الابلكيشن ما فيش اي مكان غير هو المكان ده اللي هو زي البروجرام كلاس اللي بيستخدم الانستنسز دي، خلاص مش محتاج ان انا اروح اعمل ديزاين باترن ولا غيره. لا، انا هاجي هنا اعمل else اف في مكان واحد وخلاص، لان انا مش هروح اغير في اي مكان غير البروجرام كلاس، فمش محتاج ان انا اروح اعمل باترن او سمبل فاكتوري عشان خاطر مكان واحد. طيب لو في كذا مكان عندي في الابلكيشن بيستخدموا التايبس دي، هل الناس شايفه ان من الطبيعي ان انا في البروجرام كلاس او كل الكلاينتس اللي موجوده عندي اللي بتنادي على الترانسبورت اي وسيله من الترانسبورت دي، المفروض ان انا كل ما اجي ازود وسيله نقل جديده المفروض اروح لكل مكان واعمل السيف على مستوى الابلكيشن كله؟ ممكن انسى مكان، ممكن يحصل مشكله في مكان، فده كسر عندي مبدا السنجل ريسبونسابيلتي اللي احنا اتكلمنا عليه في السوليد برنسبلز. تاني حاجه ان انا كل شويه عمال اكرر الكود، اخد كوبي بيست من هنا واروح للمكان اللي انا مستخدم فيه تاني عشان خاطر اعمل نيو انستنس لكل الوسائل النقل اللي جت عندي جديده. فهي دي المشكله اللي حصلت عندي. طيب ايه السمبل فاكتوري؟ زي ما احنا قلنا هو كل اللي بيعمله عندي بيعمل سنترلايز كلاس، بحط فيه او بتحكم في النيو انستنسز في السنترلايز كلاس ده، وبيبقى على مستوى الابلكيشن عندي اي مكان محتاج يعمل نيو انستنس في الابلكيشن بتاعي بيروح ينشئ عن طريق الكلاس ده. فانا هاجي هنا اقول له ترانسبورت فاكتوري، ترانسبورت فاكتوري. هاجي هنا في الترانسبورت فاكتوري، هاجي بس كل اللي انا هعمله اقول له public static class عشان خاطر انا محتاج ان انا انادي عليه بشكل مباشر، واقول له public static I transport، ده الريتيرن تايب بتاعي I transport، واقول له create transport factory وادي له السترينج تايب بتاعي. طيب جميل جدا. هقول له هنا return، اقول له التايب، واقول له switch، اقول له التايب بتاعي track، اقول له رجع لي نيو انستنس نيو تراك. ممتاز جدا. واجي اقول له لو هو شيب رجع لي برضو نيو انستنس من شيب. والايربلين برضو نفس النظام، الايربلين اقول له نيو ايربلين. تمام. ناقص بس اللي هو الديفولت، رجع في الديفولت through new exception new argument exception، ويرجع او unknown transport type. طيب ممتاز جدا. هنا بقى الكلاس ده هو المسؤول او المتحكم في الكرييت نيو انستنس لاي تايب موجود عندي او اي طريقه شحن موجود عندي. فهاجي هنا في البروجرام كلاس، خلينا هنا ناخد دول نعمل كده كومنت لدول. هاجي هنا في البروجرام كلاس، خلينا هنا كده، خلينا ناخد دول زي ما هم كده، رجعهم واقول له هنا الاي ترانسبورت، اقول له الترانسبورت الموجود عندي equal transport factory create transport factory، وادي له التايب اللي موجود عندي اللي بيجي لي من الاند يوزر اللي هو الانبوت، واقول له console. هاخد هنا دي كوبي بيست كده، واجي اقول له هنا كده ان اديني الترانسبورت على حسب التايب اللي موجود عندي. اجي انفذ الكود بتاعي نفس الكلام، قلت له تشيب هيعمل نيو انستنس من شيب. ايربلين نفس النظام، اقول له بعد كده اللي هو التراك هيعمل لي نيو انستنس من تراك. فانا اصبح عندي دلوقتي سنترلايز كلاس اللي هو ترانسبورت فاكتوري، اقدر من خلاله عندي اي انستنس او اي تايب جديد جاي عندي او اي وسيله شحن جديده جت عندي، هقدر من خلال كلاس واحد اتحكم في كل الانستنسز اللي موجوده في التايبس دي. فانا هنا في البروجرام كلاس لو انا بصيت هنا، انا نفس الكود ده اللي هنفذه في كل الاماكن اللي محتاجه او الكلاينتس اللي محتاجه الكلاسز دي، وهو هنا المتحكم واحد بس، مش محتاج ان انا اعمل ده في كل مكان. فهو ده السمبل فاكتوري
اتمنى يكون ان هو وصل للناس، ولو حد عنده اي اسئله او اي حاجه ممكن يكتبها في الكومنتس او كده. وان شاء الله الكود هتلاقوه في مرفوع على الجيت هاب، وهسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن. وان شاء الله اشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.